السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جايبة لكم وصفة اقتصادية جدا. كلنا عارفين طبعا الأسعار بقت عاملة ازاي، وكمان خصوصا الرز البسمتي سعره تعدى ال55 جنيه و60 جنيه. النهاردة هنجرب مع بعض البديل بتاع الرز البسمتي اللي هينفعنا ان شاء الله في العزومات وفي رمضان ومع اكلات كتير جدا. هنستخدم ان شاء الله لسان العصفور. شيفات كتير على اليوتيوب عملوه، فانا قلت اجربه واقول لكم النتيجة بكل صدق يعني. ان شاء الله في اخر الفيديو هقول لكم رأيي فيه. ده شكله النهائي. انا كان عندي مجموعة كده من الدبابيس الفراخ، فقلت اجربه واعمله بطريقة الكبسة اللي سعودي، بحيث لو حلو يعني ممكن بعد كده نعمله باللحمة ونعمله بالفراخ الكاملة. فقلت اجرب بقى مع الدبابيس اللي موجودة عندي، يعني موجودة اوريدي عندي يعني. اول حاجة حطيت فيه على الحلة، حلة على النار، وحطيت فيها شوية من الزيت وشوية وحتة سمنة بلدي صغيرة عشان تدي طعم يعني للفراخ. وسخنتها جدا جدا ونزلت بيه دبابيس الفراخ علشان اديها صدمة من الناحيتين. الحركة دي بتخلي الفراخ طعمها حلو جدا وما بتفقدش السوائل اللي فيها، وبتبقى جوسي في الاكل كده وحلوة لذيذة يعني. هنستنى عليها شوية لحد ما اللون يتغير، وبنقلبها للناحية التانية. في كمان غلطة انا عملتها، هقول لكم عليها برضو لما يجي وقتها علشان ما تقعوش في نفس الغلطة. ان شاء الله تطلع معاكم الوصفة حلوة جدا. خلاص كده الفراخ بتاعتي خدت الصدمة الاولانية وشلتها. الدهون بقى اللي باقية، هننزل ببصلاية وسط مبشورة. دوبك كده هنلفها لفتين 3 مع الزيت والسمنة بتاعتنا، يعني مجرد ان هي تبقى شفافة ما تاخدش لون. هننزل عليها بفصين توم صغيرين او فص واحد كبير، يعني لو انت شايفة ان الفص كبير يبقى كفاية واحد بس. احنا عايزين يبقى فيها ريحة توم بسيطة جدا، ما تبقاش الاكلة كلها توم يعني. نزلت بيه برضو وخدت تشويحة لحد ما ريحة الثوم بس تطلع، وكل ده برضو والبصل والثوم ما خدش لون. هننزل كمان بنص جزراية مبشورة. الجزر بيدي تعسيلة حلوة جدا جدا، ودي الطريقة الأصلية للكبسة السعودي. هنستنى على الجزر شوية لحد ما انتوا عارفين طبعا الجزر بياخد وقت شوية في السوا، فلحد ما يبتدي يدبل كده وننزل عليه بطماطمايه برضو وسط مبشورة. وهنستنى على الحاجات دي كلها لحد ما تتسبك كده ومبقاش فيها مية خالص. بص لون الخليط عامل ازاي، فده حلو جدا، بيدي لون حلو قوي للرز عموما يعني. بعد ما احس كده ان خلاص الطماطم والبصل ما بقاش فيهم ميه خالص، في بقى دي خلطة الرز الكبسة. دي جاهزة معمولة كده، مغلفة بجيبها من عند العطار. بتبقى حلوة جدا وبتبقى طعمها مش قوي قوي يعني ضايق، فبالنسبة لي انا حلوة جدا جدا. لو انتي برضو عندك الخلطة بتاعتك اللي انتي معتمداها بتجيبيها من عطار معين مفيش مشكلة، هتاخدي معلقتين على المقدار ده. بس الخلطة دي بتخليني يعني اعتمد عليها وما احطش بقى مكونات تانية، لا قرفة ولا حبهان ولا حاجة. نزلنا بقى فيها الفراخ تاني وخدت تقليبتين، وبعد كده زودت المية وشلتها بقى على عين التانية تغلي لحد ما الفراخ تستوي. في حاجة تانية بقى انا بفضل تحمير لسان العصفور او الشعرية في حاجة ألمونيوم، وكمان الأحسن تبقى في صينية عشان تبقى واسعة وتبقي شايفة
كل حبات لسان العصفور او الشعرية، وما فيش حاجة تتحرق منك او يبقى فيها لون ولون، وخصوصا لما تكوني بتحمري كمية كبيرة. هنفضل بقى ايدينا فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي. الغلطة بقى اللي انا وقعت فيها اللي بقولك عليها، ان انا وصلت لسان العصفور للون اللي انا عايزاه كامل، يعني غمقته على اساس ان انا هستخدمه على طول. وبعد ما خلصت تحمير فيه لاحظت ان الفراخ لسه قدامها شوية في السوا، فطبعا ركنته مع سخونية الصينية فاغمق اكتر. فانتي ما تعمليش بقى كده، انتي يا اما تحمريه وتسيبيه فاتح شوية لو انتي لسه قدامي الفراخ يعني هتستوي شوية كمان، فحمريه وتسيبيه ناقص سوا شوية. دي الفراخ خلاص استوت، وظبطت الملح بتاعها وحطيت كمان فلفل اسود. اسيبها برضو تغلي غلوتين مع الملح والفلفل، وبعد كده شلتها في الشواية دي هحطها في الفرن تتحمر. وباقي السوائل صفتها طبعا من بواقي البصل والطماطم والجزر، خليتها مية بس، وهنزل عليها بلسان العصفور المتحمر. طبعا لاحظتوا ان لسان العصفور اغماء، لان زي ما قلتلك ركنته شوية في الصينية مع السخونية فاغماء شوية. سبته بقى يغلي غلوتين، وبعد كده وطيت عليه لحد ما يتشرب ويستوي كويس جدا. ده شكله بعد ما خلص، بس عموما يعني الكاميرا برضو مغمقاه زيادة عن الطبيعي، بس مفرط كده ومعجنش ولا اي حاجة، وطعم حلو جدا جدا. ولحد الان اقسم بالله ولادي وجوزي ما حدش عارف خالص ان ده لسان عصفور وبيحسبوه رز بسمتي. هنقدمه بالشكل ده وهوريهولك كده وهو مفرط. حقيقي طعمه حلو جدا واقتصادي قوي، وهيفرق معانا في العزومات وفي رمضان. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك والاعجاب. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمت معاك.